بسم الله، السلام عليكم. إن شاء الله الجميع بخير. هذا الفيديو فقط لذوي العقول الراقية، فإذا أنت من النوع اللي تتفلسفش براسي معناته هذا الفيديو يا عزيزي مش إلك. بالنسبة للناس اللي حابين يتابعين نشاطي على اللي قاعد بصير مع أهلي بغزة واللي قاعد بصير كمان في السودان الشقيق من إبادة جماعية كلا الدولتين، نشاطي موجود على التيك توك واسمي صفحاتي في صندوق الوصف. اولا، اذا بنروح احنا من اعظم الثلاث استثمارات ممكن تستثمرهم بحياتك وتستفيد منهم وغير حياتك كلها بالكامل، بالتحديد لما تكون انت بالعمر بين ال 25 وال 40 سنه وكمان نوعا ما مقتدر. الاستثمار الأول هو الاستثمار بالأكل والشرب. لما تحاول أنت على قدر المستطاع تستثمر، لما تشتري الأكل الصحي، حتى كمان بنفس الوقت تستفيد أنت منه، تستفيد مثلا بالنسبة لكل إشي موجود بكيانك كلك بالكامل، كل وجودك، بالنسبة لهرموناتك، بالنسبة حتى نفترض نقول نضوجك العاطفي، نضوجك الاجتماعي، ذكائك العاطفي، ذكاء الاجتماعي، عندك تصرفاتك، أفعالك، سلوكياتك، عقلك، فكر، كل هذا الأكل ممكن يأثر عليك بشكل لا تصدق، لأنه تذكر أنت وما تأكل. فعشان هيك لازم تتذكر انك انت للمدى البعيد، حتى لما يكون عمرك مثلا 50 و60 و70 سنة، على الأقل يبين عليك الاشي اللي انت استثمرته لما كنت بعمر الثلاثينيات ولا الربعينيات ولساتك بشبابك. الاستثمار الثاني هو بالتحديد بخص الاستثمار الاول. ليش؟ لان احنا بنحكي بالتحديد لما تاكل انت، لما مثلا تشتري اكل لازم تشتريه كمان على علم. فلما انت تستثمر شراءة وقراءة الكتب، مثلا تستثمر انت لما تشتري كتب تقراها عن الاكل والشرب، عن الفيتامينات والمعادن، او حتى عن المكملات الغذائية. لما تحاول انت مثلا تقرا عن المكملات الغذائية وتعرف بالضبط شو اللي انت تشتريه، وكمان بالضبط لما تقرا انت عن دينك وكمان تطور من دينك وتتقرب لرب العالمين سبحانه وتعالى أكثر، وتقرأ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو سيرة الأنبياء جميعا عليهم السلام، هذا بنفسه بيخليك إنسان مسلم مش بس بالفطرة، وإنما أكثر مسلم كمان بالعلم والثقافي والوعي، عشان أنت تعرف كيف تجاوب الناس وتناقشهم حتى لما تكون في عندك مثلا نقاش في الدين. استثمار الثالث هو بالتحديد لما تستثمر بالمكملات الغذائية. ليش؟ لأن للأسف الشديد حاليا احنا قبل 200 سنة وهسه التربة تغيرت، الأكل والشرب كمان تغير، الطعام والشراب، الفواكه، الخضروات، اللحوم تقريبا كلها تغيرت، ما عاد موجود الكمية اللي هي الكاملة والصحيحة بالنسبة لكل فيتامين ومعدن انت بتاخده بتخليه بجسمك، تكون المعدن والفيتامين الكمية الصحيحة اللي جسمك محتاجه يوميا علشان انت بنفسك تستفيد ويكون عندك قوة وطاقة وتركيز وبصر وبصيرة بكثير أشياء. فأنت لما بنفسك تستثمر بشراء المكملات الغذائية من خلال لما أنت تخلط الاستثمار الثاني اللي هو قراءة المكملات الغذائية وتقرأهن وكيف التوفر الحيوي بتلاقيه بكل فيتامين وبكل معدن، علشان هيك لما تشتري أنت المكملات الغذائية مش زي يصير مثلا بين تقريبا زي أغلب الناس إنك لما تعملها لا والله خلاص بروح بشتري ايه مكمل غذائي رخيص وانا بعتبر نفسي انسان صحي. لا، ما بتنفع هيك. اذا انت بنفسك ما اشتريت مكملات غذائي فيتامينات ومعادن عن حكمة وبحث دقيق وعميق وتعرف كيف تصرف فلوسك بدل ما تصرفهن وتهدرن على الفاضي، انت بهالحالة ما استفدت ولا شيء. بالاخير رح تصير تلوم حالك وتلوم المكملات الغذائية، ليش انا بنفسي مثلا ما استفدت من هذولا؟ لانك انت ما اشتريت الصح. تذكر هذول الشغلات ممكن يغير حياتك بالكامل. دمتم بخير جميعا.